بالحق مألوه سوى الرحمن من دل عن عجل والنصران وعن خير خلقه محمدا من جاء بالبينات والهدى رسوله الى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. وبعد لقد جاءكم النور لأمانة الحاج الإسلام محمد الضعافي، والآن مع الكلمة للأستاذ وليد طه أمين مساعد اللغة العربية واسمه مجلس الشعب عن الدائرة الثالثة. فيتفضل المسؤول. السلام عليكم. وجودي في هذه القرية المشهورة للثقافة والمعرفة وحسن التعليم. ثم ثانيا وهذه أخونا الفاضل الحاج الأستاذ عبد العاطي على هذه الثقة الكبيرة التي لها مثل هذا الرجل. حقيقة أن الحاج الأستاذ سلك جميعا، الحاج الأستاذ سلك جميعا بالوصول الساعة للنوادر ويعني تلاشى الله للمسلمين وتلمس مخاتم الأحداث القوية فجأة الحب السابع جميعا ويعني يحط الأرقام السياسية. فنبارك له هذا الخير الكبير ونبارك له هذا الفوز الكبير الذي يستحقه إن شاء الله. ونذكره أولا يعني بعدة أمور. أول أمر وهو أن يشهد نعمة الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فالمؤمن إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى، لا ينسبها إلى قوته ولا إلى كثرة رجاله ولا إلى حسن تنظيمه ولا إلى ماله، وإلا فمعانا مرشحين معه من الرجال الكثير والمال الكثير ومع ذلك لم يوفقهم الله عز وجل. فنشهد نعمة الله عز وجل وننسبها إلى الله عز وجل ونستخدمها في طاعة الله تبارك وتعالى. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه؟ إن من الله عليك بالتمثيل منصب أو جاه معين سلطة معينة كيف نستخدمها؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وهذا هو الأمر الحقيقي الذي من أجل أنا بس عايز أبشركم بخبر كويس. هو شرف في دائرة السنبلاوين وإسماعيل والحزب النور هي دخلت البرلمان أصغر شاب في تاريخ مصر كلها. أحدثكم أصغر برلمان في تاريخ مصر 28 سنة. شرف لحزب السنبلاوين وشرف لحزب النور واعتراف من حزب النور بدور الشباب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إخواني الكرام، كلنا قد اجتمعنا بتهنئة أخينا حاج أسامة عبد العاطي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الفوز وهذا النجاح معينا له على الطاعة، معينا له على رفع الظلم عن المظلومين، معينا له على إيصال الحق لأصحابه. إخواني الكرام، الإنسان يبتلى بالنعمة، وإياكم أن تظنوا أن المنصب كله غني، بل إن فيه تبعة ومسؤولية أمام الله عز وجل أولا، ثم أمام عباد الله ثانيا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمنصب إذا كان وجهة اجتماعية ومنزلة بين الناس إلا أن سؤاله أمام الله عز وجل سؤال عظيم، ويحتاج للإنسان أن يعد للسؤال جوابا. إخواني الكرام، حزب النور لما نفسه
الحاج أسامة لم ينسب معه من أجل الانتخابات، بل لما علم أن الحاج أسامة يتفق مبادئه وميوله مع مبادئ النور. نحن لا ننصر أحد ولا نتعاون مع أحد وهو ينصر مبادئنا بالكلية، لا بد أن يكون بينه وبين أهل النور قدر كبير من الاتفاق والتشرف في أفكاره ومبادئه. فأنا من الحاج أسامة فكل من سألناه قد ذكره بخير وأثنى عليه خيرا، جلسنا مع الرجل فما وجدنا إلا ما يسرنا. تحدثنا مع الحاج أسامة في حزب النور وتحملنا في سبيل ذلك كثير من المشاق، ونحن مقتنعين أننا أخذنا القرار الصحيح. لم نندم على أننا نتعامل مع الحاج أسامة، بل نحن سعداء مع التبعات التي تحملناها في سبيل هذا الحال. إخواني الكرام، الحاج أسامة ليس هو مرشح مؤقت، الحاج أسامة هو مرشح دائرة كاملة، وكل أصحاب الدائرة من صوتوا له ومن صوتوا عليه أو ضده أو لم يصوتوا المرة لهم حقوق عند هذا الرجل ولهم حقوق عند أي مرشح. فالاصطراع هذا وليس في مسألة اتصالات وغلط، مسألة أن الله وقع صاحب الله عز وجل، ولا نريد أن نشمت بغيرنا ممن لم يحالفهم التوفيق وممن لم يحالفهم الحرب، لأن المؤمن يزداد تواضعا لله عز وجل، وكل ما يزداد الإنعام والفضل من الله عز وجل يزداد تواضعه لله عز وجل، فيزداد رفعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد أو ما تواضع عبد لله إلا رفعه. فنحن جميعا، والكلام لا في سبب التحديد، وأنا جميعا لأننا شركاء في هذا الفوز وشركاء في هذا النجاح، ندعو أنفسنا دائما ألا نرفض ضرر وألا نتكبر وألا نتعالى وألا نشمت. الأيام دول مرة تملك ومرة مغلوب، فإذا كنت في مكان مغلوب أو مكان الذي لم يوفق أن تحب أحدا أن يشمت فيك بطبيعة الحال، إذا لا تشمت فيه وقت فوزك ونجاحك. والوصية الأولى لنا جميعا ألا نتضرر وألا نتعرض ونتكبر بسبب الفوز والنصر، وكذلك ألا نموت حزنا وكملا إذا لم نوفق. فأمر المؤمن وسط، أمره وسط بين الفرح الشديد الذي يجعلك تقصر وتتكبر وبين الحزن القاتل، بل نعتبر أن الفوز نعمة وأن عدم التوفيق نعمة أخرى نبتلى بها، فنصر على ذلك ونصر على ذلك. إذا المرض المسؤولية. ثانيا، كل ما ازددت علوا كل ما ازددت تواضعا لله عز وجل وذلا، وأن تعلم أن لولا توفيق الله قد حالفك ما كان لك أن تخطو خطوة ولا أن تنتصر ولا أن تفوز. إذا الأمر كله لله سبحانه وتعالى، لا بد أن يرجع إليه سبحانه. إذا الحول والقوة من الله ولله وحده سبحانه وتعالى. المنصب والسؤولية، النجاح الذي يؤدي إلى الأكمل والبر. إخواني الكرام، نجاح نريد أن نعززه بنجاحات أخرى. نعم، نحن نريد أن تكون لنا وقرار على في دولتنا. هذه الدولة دولتنا كمسلمين، بل هي دولة كل الساكنين فيها من مسلمين وغير مسلمين. كل الجميع عليه واجبات نحو وطنه فليتبعها وعليه حقوق وليأخذها، ولا بد أن يكون حرصك على أن تقدم ما عليك قبل أن تحرص أن تأخذ ما لك. لو عشنا كلنا بهذه النفسية ولو عاش الجميع فأن ادفع عليك أولا قبل أن تطلب ما لك، سنصل بالبلد إلى مرحلة إن شاء الله من الأمان والاستقرار. لكن حقيقة كثير من الناس يطالب بما له وما ليس له ولا يريد أن يدفع ما عليه. هذه الكارثة وهذه المصيبة. يريد أن لا يقدم شيئا ويريد أن يأخذ كل شيء. المرحلة القادمة في دولتنا هي مرحلة العمل والاجتهاد. نعم، قد هدم نظام ظالم، والهدم في ذاته ليس مطلبا، إنما المطلب أن تهدم وتبني الصالح. أما أن تهدم وتترك المكان بلا خلاف فأنت قد خرجته. فالمطلوب
أن نستعد لمرحلة صعبة البلد قادم عليها، تحتاج إلى تكاتف الأيدي، تحتاج إلى تعاون الجميع، تحتاج إلى أن يشترك الجميع بدون إقصاء ولا إبعاد. الجميع لابد أن يبذل الجهد، الجميع لابد أن يتحمل المسؤولية، المسؤولية مسؤولية الجميع، مسؤولية كل إنسان في مكانه، من مسؤولية أن يعمل وأن لا يشيع الفوضى ولا يشيع الحرب الكاذبة التي تؤدي إلى الاضطراب والفوضى. والإضطراب إلا بناء دولة لن يأتي بحرب المنشآت ولا يأتي ببعض الناس عن عمله، إنما يأتي بأن يتوجه كل إنسان إلى موطن عمله وإلى موقع قبلها ولا موقع عليها. كذلك واحد بتعبير الحرية بظروف الطريق أخطر علينا أنكم يدوي، وأنا أعرف هذا يحصل بشهادة. يعني الرجل المسلم بالإسلام هو أخطر عندنا من أن يمتلك العرب سلاح نووي، فهم يخافون منك فقط. والذين أهل الدين وأهل التدين لم يكن معهم سلاح، وأمريكا تعد العدة له ونخشى له ونخاف منه. فنحن إذا لزمنا دينا وإذا لزمنا أخلاقنا وإذا لزمنا طريقة الإسلام، أنت في ذاتك رابط، أنت مشترك بالسلاح النووي، أنت في ذاتك مقيم على إله عز وجل. فنحن نقول لن ينصلح هذا المجتمع إلا بالتمسك بالأخلاق القوية، لن ينصلح هذا المجتمع إلا إذا انطهر أفراده، ولن يقوى الأفراد إلا بتربيتهم على الخوف من الله، يراقب لها أولا، لا يراقب لهذه المكان المحاكمات، ولا يراقب الأنديان الإدارية، ولا يراقب الرقابة الإدارية، لا يراقب إلا الله عز وجل. أنا أستطيع أن أبحث عن قانون وأستطيع أن أتبع عليه، لكن لا أستطيع أن أتبع على ربه، ولا أستطيع أن أتأخر عليه وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا أقول ما تعلمونه، الذي فرق لأنه لم يتربى على الخوف من الله، لم يتربى على أكل الحلال، لم يتربى على أن هناك يوم سيحدث فيه. نحن نريد تربية هذا الإنسان، وهذا الإنسان تنمية كامل الأخرين، وتنمية هذا الإنسان أهم عامل في نهضة الوطن. الوطن لو أنت ما يخرج إلى هذا الحديث وبدأت بمصالح سيأتي الرجل الذي يضرب سيوحده وسيبيعه وسيرتشف. إذا لابد أن تبني هذا الإنسان بناء صحيحا، ثم تضعه في الزراعة ينتج، تضعه في الصناعة ينتج، تضعه في السياسة، تضعه في الاقتصاد. عندك عضو وإنسان يخاف من الله عز وجل. إذا سيوفر عليك كثير من الجهد، سيوفر عليك كثير من المخاوف، سيوفر عليك كثير من الجهد بالرقابة إذا ربيت هذا الإنسان تربية صحيحة. شد الأمور يتمنى أن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، لا مجاملات، لا مجاملات لأحد أمام المبادئ، لا مجاملات لأحد أمام الحق. الحق حق وإن كان مع عدوه، والباطل باطل وإن كان مع أقرب الناس. شد الأمور يستدخل الصراحة والصدق والوضوح وعدم المساومة على المبدأ طريقا له. المبدأ قبل الكرسي ويضيع ويذهب الكرسي وتذهب الشرائط كلها ولا نفرط في مبادئنا. هذه مبادئنا نعرضها أمامكم، ونحن عندما نطالبكم باللزوم الشرعي والأخلاق القويمة أنا أطالبك بما كان به أبوك. هذا الدين ليس دين أنا وحدي، هو دينك أيضا، وهو دينك ودين آبائك، ولعل من آبائك من قحم لك هذا الدين، لعل من آبائك من كان شهيدا في معركة انتصر بها الإسلام. إخواني الكرام، نحن مدينون لهذا الوطن، هذا الوطن يستحق منا النفس ويستحق منا العطاء، لكن لابد أن نأمن على بذلنا وعطائنا أنه لن يسرق بغير الوطن. نحن كنا مستعدين أن نضحي لهذه الوطن، لكن رأينا أن خشية الناس تسرق، وأن أموالهم تنهب، وأن جهودهم تذهب تدخر لغيرنا وتذهب إلى البلاد الأخرى تنميها، ونحن نعيش بالضيق والفقر. فلما أمنا أن يكون جهدنا لوطننا ولأبناء وطننا ولأبناء جدتنا، نهضنا وتسمرنا عن سواعدنا ودخلنا الميدان، ونحن ننشئ إن شاء الله الاستقرار والتقدم المرة على الأخرى،
ونحن فيما يستقبل إن شاء الله من الأحداث أن يعلو فتح النور لأنه من المرجعيات الدينية ومن الدين من الجوانب في كل مجالات الحياة. النور لا يؤثر فقط إذا يطبق الشرع على الناس وإذا يظهر بالوطن في كل الجوانب ويظهر لجميع المواطنين هذا البلد. النور أثبت لمهور الوطن والمواطن. النور شيء لكل المسلمين الذين يتمنون استقرار هذا الحزب وإذا هذا الحزب. أقول ما سمعتم وأتت به. السلام عليكم. أنا أتشرف أن أكون عضوا في حزب النور، وأتشرف أن أكون تحت قيادة شيخي فضيلة الشيخ سيد أبو عمرو، وأتشرف أن يقدمني حزب النور عضوا فيه أكون أقل فرق من أفراد حزب النور. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا بوجه حضراتكم الشكر جميعا لكل الناس دول معانا في الانتخابات. أنا مش هشكركمش قبل كده، انتوا أهلنا وحبايبنا وإخواتنا. المعركة أو المنافسة ما كانش منافسة بالزمن، كانت منافسة محترمة وشريفة، كانت منافسة للجميع. وبرحب بقيادات حزب النور اللي أنا اتشرفت بيهم ولقيت فيهم كل الصفات المحترمة، كل الصفات الطيبة. فضيلة الشيخ سيد أبو عمرو والدكتور أحمد جوزة مش موجود، وسيادة النائب الدكتور مصطفى والأستاذ شريف طه النائب أصغر نائب في البرلمان من يوم ما اتعمل لحد النهارده، وجميع قيادات حزب النور والإخوة المحترمين. قيادات تشرف أي واحد ينتمي ليهم وتشرف أي واحد يتعامل معاهم. أنا اتعاملت معاهم فترة قصيرة جدا، لكن هم قيادات محترمة وأنا شرفتني إن أنا أنتمي ليهم. لو ينفع إن أنا أنتمي ليهم وأنزل لهم استمارة الصبح أو في امبارح، أنا أمضي استمارة مباشرة. لو القانون ينفع إن أنا أنتمي ليهم، أقسم بالله ما أعتقد لحظة إنهم قيادات يعني عليها فعلا هنستأمن إن إحنا إن شاء الله نصل كل كلام فيهم إنهم قيادات محترمة وأمين على البلد بإذن الله. وأنا إن شاء الله لو ما أمكنش إن أنا أنتمي ليهم ساعدهم في حزب النور، أنا داعم لهم في كل المناطق وكل القرارات اللي تحت الضغط. أنا ما بقولش ده من فراغ، أنا بقول ده إن أنا فعلا احتكيت بيهم احتكاك مباشر، وأنت ما تقدرش تحكم على حد إلا لما تحتك بيهم وتدخل معاهم وتعرف أفكارهم وتعرف أخلاقياتهم. وهم يعني ونعم مش من هذا. أنا مش عايز أطول على حضراتكم، لكن أنا برحب فيهم تاني وهم هنا إن شاء الله المواقعة وبيتنا وبيتكم طبعا كلكم بيتكم، ونشرف فيهم في أي وقت. وأنا يعني مش هروح أقول لأننا فعلا بنجيبهم ونقرهم ويشرفونا في أي وقت. المشكلين وانت انضميت لحزب النور، المقاطعة كلها تبع حزب النور. نستطيع أن نتعاون ولو بغير ضمان النور. يعني تعاوننا مع بعضنا ليس مركوبا على السلطان وليس الذين صوروا على النور، ولكن الأمر كله ينتمون حزب النور. نحن نستطيع أن نتعاون على الخير، سواء انتمينا لحزب النور انتماء رسميا أو انتمينا لحزب النور انتماء فكريا وانتماء جماهيريا وانتماء برنامج. احنا نشكر لله وسمع الشيخ الاستقالة، وانا اعلم ان الوقت يعني اكبر من يعني يسمح للانسان انه يتكلم في تفضيل
والمسؤولية أيضا يعني أقول ثقيلة، والناس كما يفكروا في تحصل في بعض الأسوأ يفكرون كذلك فيما وقع على عاتقهم المسؤولية. أنا لا أقول أني سأفاجئكم ولا أقول أفاجئكم حتى لو مفاجأة، أفاجئكم الآن بكلمة رهيبة الدكتور مصطفى خالد القوي مرشح على رأس قائمة الله الذي كان في الانتخابات، وهو أستاذ كلية الطب جامعة الأزهر، ونحن نتشرف به بالحضور ونتشرف به بالكلام، فليتفضل جزاه الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكر أهل المطعم وأشكر أستاذنا وهو الأعداد والإضافة لنا أستاذ سامع العاطي، وأشكركم فحرارة الاستقبال أسسنا بروضة الجو. عايزين نقول بس إن إحنا إن شاء الله بعد الانتخابات وبعد الشورى إحنا بدأنا من الصفر. كل هذا شيء واللي كان إن شاء الله شيء جديد. إحنا إن شاء الله نوعدكم وعدكم لكم. شكرنا ليكم هيكون على الأرض. شكرنا ليكم مش هيكون بالكلام أكثر مما يكون شغل على الأرض. إن شاء الله تجدوا فينا فعلا أهلا لهذه المسؤولية، وإحنا بنبذل كل الناس بتبذل لله نرجو لله تبارك وتعالى. وعليكم إن شاء الله على العمل الجاد والدؤوب والمنظم لخدمة المرافعة كل الدائرة إن شاء الله ويجب على الرب. أشكركم وأشكر أستاذ سامع على حسن الضيافة، وعايز أقول إن أنا لي نفر في هذه البلدة، يعني سواء الحاج الدين أو الشراينة. إحنا مالنا هنا وبنعتبر بلدنا الثاني، فنستند سوا إن شاء الله بضغطة جديدة لحزب النور نحن نشرف به وشرفنا بالعمل به. والله ما سألنا أحد إلا وشكر في هذا الرجل، ونعلم أن له أمر، له أيادي بيضاء وله أيادي خيرية، فهو نتاج بيت صالح ونحن نسعد به دائما. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أشكر أخي الدكتور مصطفى خالد القوي النائب في مجلس الشعب في النور، وأشكر ما تعرفش